السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جاني ميساج من واحد المتابع العزيز عليا اللي هو مشجع ديال المحمديه، وقال لي ربي خويا ما هضرنا على المحمديه وما يقع على المحمديه. هذا النادي هذا العريق بالتاريخ ديالو، بالارقام ديالو، باللاعبين اللي قدم للمنتخب الوطني المغربي وللانديه المغربيه، وادام قاعده الجماهيريه. واخا انك تقدر تدخل تقول لي انا ما عندوش جماهير، لا المحمديه عندها جماهير وعندها فريق اللي كيتسناوه بزاف ديال الناس انه يتالق باش انهم يجيو يدعموه، لانهم عياو من الفشل ثم الفشل، وعيا من النتائج الكارثيه اللي ديما كتصيب هذا النادي هذا. حتى جا يتمنوا وقالوا ان النادي ممكن انه يتهيكل، وانه جاء رئيس اللي كبير اللي ممكن انه يرجعوا القيمه ويرجعوا المكانه ديالو في البطوله الوطنيه المغربيه. لكن الناس تصدمت بايتمنى لانه زاد غرق هذا الفريق هذا، جاب لاعبين اللي كنا كنشوفوهم من افضل اللاعبين في البطوله الوطنيه المغربيه، ولكن داك اللي كان شيفور ليه هو ايتمنى لهذا النادي هذا ما عرفش بلي ان الاموال واللاعبين ماشي هو التسيير بوحدو، اللي خلى بزاف ديال اللاعبين كنا كنشوفوهم انهم جاوا للفريق. جاب ضرار، جاب لاعبين من افضل اللاعبين في البطوله، لكن ما شفناش النتائج. الفريق اللي خلاه فليتيج كبير، اللي خلى بزاف ديال اللعابه كيتسالوا هذا الفريق هذا، وخرج من الباب الضيق وهرب من المحمديه ومشى للجهه الاخرى والضفه الاخرى، ولا البيت الثاني ديالو اللي هو الوداد البيضاوي. الان الرئيس اللي كيسير الوداد البيضاوي ونفس المنهجيه اللي كيدير في المحمديه حاليا كيديرها في الوداد البيضاوي، ولكن رجعوا حنا للمحمديه كفريق. المحمديه الان كيعاني والجماهير ديالو كطالب بانه يغادر الرئيس ديال المحمديه حاليا، لانه تصور معايا ان الفريق 8 ديال المقابلات الله تعادل واحد. واخا انك تكون لاعب فريق اللي كله عمى ما يمكنش انك دير نقطه واحده في 8 المقابلات اصاحبي. المحمديه عرفتي شنو نجبات هذا الفريق هذا وهذه المدينه هذه؟ راه نجبوا اساطير، نجبوا لاعبين اللي كبار. راه كانت المحمديه من افضل الفرق اللي كاينه في البطوله الوطنيه المغربيه، اللي كانت كتنافس حتى على البطوله شحال من مره. واخا ما عنديش فكره شحال من مره دات البطوله المحمديه، لكن هذا الفريق هذا كيبقى عزيز، لان هذه المدينه هذه كتستحق مسيرين اللي احسن من هادو اللي حاليا كاينين في المحمديه بدون ذكر الاسماء. الرئيس ديال دابا شنو كتسنى باش انك تعلن الاستقاله ديالك وانك تمشي من المحمديه وتعطيها لشي واحد اللي بغى يخدم هذا الفريق هذا، خصوصا ان الجماهير صاحبي كطالبك بالرحيل لانك ما درتيش نتائج. راه عادي اخويا، انايا سمحوا لي ما قدرتش انا على المحمديه باش انا نجيب نقطه من 8 ديال المقابلات. هذا الشيء هذا راه مهين لهذا الفريق. الاستقاله ديالي انا والمكتب نحاولوا نقلبوا نديروا جمع عام استثنائي ونجيبوا واحد الشخص اللي باغي يخدم هذا الفريق هذا، واللي ما كيفكرش في الامور الشخصيه ديالو قبل الامور اللي متعلقه بهذا الفريق هذا والجماهير ديالو. باش ان تشوف في المقابله الاخيره ديال المحمديه 8 ديال الجماهير اللي كاينين في التيران كتعرفوا ان الجماهير مقاطعه انها تفرج في الفريق حتى انه يغادر الرئيس الحالي ديال شباب المحمديه المنصب ديالو. عيب وعار هذا الشيء اللي وصلتوا لهذا الفريق هذا وهذه المدينه هذه، لانه كان من افضل الفرق اللي عزاز عليا انا، وكنت كنتفرج في المحمديه ايامات المحمديه. كانت المحمديه ديما كتبهرنا وديما كتكون منافس شرس لاي فريق كتلعب ليه. حاليا كتشوفوا المحمديه بدون روح، بدون حماس، بدون مدرب. حتى المدرب دابا اللي كاين كاداء كارثي اللي كيقدموا مع الفريق. الجماهير اللي باغيه فقط انه يجوا مسيرين في القيمه ديال الفريق باش انهم يرجعوا للمدرجات، انهم يرجعوا يدافعوا على الفريق ديالهم باش انه يشوفوه في القمه. لكن مع الاسف لا الرئيس ديال دابا قادر انه يعترف بالغلط ديالو، انه ما قادرش على الفريق، وما قادرش حتى الرئيس اللي سبق لي انا في الوداد دابا باش انه يرجع وانه يصحح الاخطاء ديالو اللي دار مع هذا الفريق هذا، ويقول لهم انا ما غنمشيش حتى انا نصحح الاخطاء هذه لانني درت ودرت ودرت. لا بالعكس، خلى الفريق في وضعيه صعبه وهرب مشى لفريق واحد اخرى بدون حتى انه ما يعتذر من الجمهور ولا انه يعطيهم مبرر، لانه يقول لهم راني فشلت، كنت جايب واحد المشروع اللي كبير لنادي المحمديه، ولكن سمحوا لي انا ما قدرتش انا على هذا الفريق هذا لانه كبير عليا. مشى لفريق واحد اخر اللي ممكن انه يتالق معاه ما نعرف، ولكن كنظن انه فاقد شيء لا يعطي. هادشي هذا اللي كنقول لكم ان المحمديه صراحه الان بين ايادي غير امنه، بين ايادي اللي ما كتستحقش تسير هذا الفريق هذا. المحمديه كيستحق رئيس اللي يكون كبير، كيستحق ناس منخرطين اللي يكونوا في المستوى ديال الفريق، ماشي انكم تفرضوا تطلعوا من الانخراط السنوي بانكم دخلوا غير صحابكم والناس اللي كتعرفوا والناس اللي عندهم قيمه شرائيه اللي كبيره باش انهم ينخرطوا في النادي، باش انكم ديروا اللي بغيتوا، انكم تطلعوا الرئيس اللي بغيتوا. هذا الشيء هذا ماشي في مصلحه الفريق وماشي في مصلحه المدينه وماشي في مصلحه الجماهير. في مصلحه الفريق انكم تهبطوا من الاشتراك السنوي باش يدخلوا ناس اللي كثار، باش ان اموال تدخل للفريق، باش انه تكون عندكم واحد المنافسه شرعيه، باش ان بزاف الناس تقدم وتعطي الترشح ديالها باش انها تشد الرئاسه ديال الفريق. لان الا طلعتوا كنعرفوا انكم غتغربلوا بزاف ديال الناس اللي غيكونوا ضدكم في المنخرطين. هذا الشيء هذا كنظن انه السيناريو ديال ايتمنى كيتعاود مع الرئيس الجديد. كنتمنى من الناس ديال المحمديه العقلاء انهم يوقفوا واحد الدقيقه ديال التامل فيما يقع في النادي، وان الجمهور تعاون هاد الناس هادو اللي باغي يخدموا الفريق
باش تعاود تطلعهم. الناس اللي ما عندهاش غيره على المدينه وعلى النادي، لان النادي كبير على هاد الناس هادو اللي كيسيروا. صراحه المحمديه الامر اللي فيه دابا صعيب، ممكن الا بقات بهذا المستوى هذا نشوفوها العام الجاي في دوزيام سيري، وهذا الشيء اللي ما كنتمناه، لان الجماهير ديال المحمديه تستحق الافضل وتستحق رئيس اللي يكون قد المسؤوليه وكيعرف القيمه ديال هذه المدينه هذه والجماهير ديالها والقيمه التاريخيه ديال النادي، لانه كتعتبر من اقدم الانديه المغربيه واللي عنده وزن كبير في الكره الوطنيه المغربيه. نتمنوا خير ان شاء الله للمحمديه، وغادي باقي نهضر على هذا الامر هذا وغنتفصل فيه، وغنجيب ان شاء الله معلومات ادق على هذا الفريق هذا وما يقع فيه، وغنبقى نهضر على المحمديه التائيه، لانني عندي بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي هضر على المحمديه، كيبقى فريق اللي عريق ويستحق اننا نتحدثوا عليه.